ميركاتو فريق الوداد، ولا شك انه التساؤل الاول هو المعايير التي يعني حكمت ميركاتو يعني فريق الوداد يعني في الميركاتو الشتوي. بالنسبه للمعايير لا تختلف زعما على المعايير اللي كتدفع اي فريق في تعزيز الكتيبه ديالو في الانتدابات والانتقالات الشتويه. المعايير في الوداد هذا العام جاءت تلبيه الاحتياجات الفريق ومتطلبات الجهاز التقني، وجاءت كذلك تكمله للانتدابات اللي جات في الصيف اللي غادي نتكلموا بكل صراحه ان بزاف اللاعبين اللي ما توفقوش انهم يعرفوا المسار الجيد اللي جاوا من اجله الوداد. دونك هذا التدبير هذا ديال هذه المرحله كان تدبير غادي نقولها كان عقلاني، وكان بالنظر لداك الشيء اللي كان خاص الوداد. دونك جوابا على السؤال ديالك، هو المعايير ديال التعاقدات كيبان لي بانه منطقيا اذا المعايير السي محمد طلال هي الخصائص داخل فريق الوداد. في هذا السياق كان الحديث على حاجه فريق الوداد الى تعزيزات في متوسط الدفاع. هذا الامر لم يتم يعني بالشكل ربما الذي كان ينتظره المتتبعين لفريق الوداد. اكزاكتومون. حنا كنا كنتكلموا على ملي كنقول حنا كنقول الطاقم التقني لفريق الوداد كان كيتكلم على انه بغى يعزز سورتو لو ديفونسور سونترال، ولكن كان الحديث على ان انتقال جمال حركاس لاحدى الفرق اللي حتى حنا كنا من الناس اللي كان بزاف الامور اللي كنا كنشوفوها على مستوى المواقع الاجتماعيه على مستوى المنابر الاعلاميه اللي تحدثت على انتقال مدافع الوداد، ولكن حركاس في حقيقه ما توفقش انه ينتقل لفريق اخر. استمر معنا حركاس الان، وإلا بغيتي تقول ان الا تكلمنا على تعزيز هذا المركز هذا راه جا لاعب جديد من شباب محمديه اللي عنده بزاف ديال البوتونسيال انه يكون لاعب في المستوى. غير اللي بغيت نتكلم عليه انا هذه المره باش ما نبخسوش الناس الجهود ديالهم، هو ان المساله ديال التعاقدات جاءت يمكن غتجيب شي سؤال من بعد السي جمال، ولكن باش نقربوا الناس ان ضد المسائل التقليديه اللي كانت اننا حنا الفرق اللي كتمشي كتصل بوكلاء اللاعبين، الوداد هذه المره استعان ببلاتفورم تكنولوجيك جديده انه حنا اللي كنقلبوا على اللاعب دابخي هذه البلاتفورم هذه وكتشوف داك الشيء اللي بغيتي انت، وحنا اللي كنتصلوا بهذاك وكيل اللاعبين. دونك كان خصنا دابر المتطلبات ديال المدرب وديال اللجنه التقنيه انه يكون ان ديفونسور سونترال اللي تكون توفر فيه السرعه في الاداء ديالو في البوست ديالو. من يبقى حركات كيف ما قلت جا اللاعب جديدي فوالا. حنا بالنسبه لنا حنا اللي كنتصلوا والجهاز التقني للوداد هو اللي كيتصل بوكلاء اللاعبين، ما بقاش العكس. فبالنسبه يعني حركاس، يعني تكلمتي على حركاس انه يستمر مع فريق الوداد، واش ايضا كانت يعني الامكانيه ديال تجديد العقد ديالو، لانه العقد ديالو على مشارف الانتهاء في نهايه الموسم؟ اكيد كاينه مفاوضات متقدمه مع اللاعب جمال حركاس اللي كيعرف الظروف اللي جا فيها الوداد وكيعرف ما ينتظره في الوداد، وما يمكنش يعطي بالظهر الفريق الوداد حتى في حين مثلا قرر انه يغادر الوداد. ماشي الان، هو الان مستمر معنا، ولكن في اي وقت من الاوقات كنتمنى من الله ان نتوفقوا انه على الاقل الوداد باش تضمن واحد المدخول من الانتقال ديالو مستقبلا. نعم. فهذا كان ايضا الانتقال ديال بونا عمار، اللاعب يعني الموريتاني اللي كان يعني واحد يعني من لاعبي فريق الوداد اللي ابلى يعني البلاء الحسن. فايضا لماذا تم يعني تسريح بونا عمار؟ بونا عمر حتى شي واحد، هذه مناسبه باش كل حاجه خاصها تقال في بلاصه. انني نشكر
الناس اللي سهروا على انتداب بونا عمر، اللي كتعرف ان الوداد اليوم ربحات معاه واحد القيمه مهمه جدا اللي كتفوق 440 مليون سنتيم. دونك كنشكر من هذا المنبر السي مجيد البرناكي اللي كان عنده زعما اليد انه انتدب. وبنفس المناسبه كنشكر السي هشام ايتمنى اللي سهر شخصيا على تدبير هذا الانتقال، اللي في حقيقه باش نتكلموا على كل حاجه عاوتاني غادي نستمع للتكرار. هو ان اللاعب راه ما مشاش من زعما المكتب اللي خدا القرار ان تسريح اللاعب غير عجبو الثمن باش اللي تقترح باش انه يمشي للفريق الاتحاد الليبي، ولكن اولا كانت رغبه ديال المدرب سيرتو ملي جا لورش من سان داونز اللي كان اتيتر دو بري اللي جا وكنتمنى انه يسد هذا ويكون احسن من اللاعب بونا عمر. وثانيا اللاعب كانت برغبه منه بغى يبدل الاجواء، لانه عرف انه صعيب انه ياسيوري لو بوست ديالو، ياسيوري المكان ديالو في ما تبقى من الشطر ديال الاياب. دونك مساله كانت توافقيه، وكان الصالح العام ديال خاصه ديال خزينه الوداد وصندوق الوداد انه ما يمشيش اللاعب هكذاك. وكنتمنى ان جميع صفقات الوداد انك تجيب لاعب بهذاك المبلغ وتسرحه، سورتو ماشي تكون فقط الهدف ربحي ومادي، ولكن تكون نزولا عند رغبه الجهاز التقني للوداد. سي محمد سهيل، تحيه لك اخي طلال، كتعرف التقدير ديالي ليك. فقط لما كتجي هذه النقطه ديال الانتدابات، فدائما انا شخصيا كتجيني دوله مصر والرياضه في مصر والانديه في مصر دائما كتعرف الرادار ديالها مركز على الدوري المغربي، وكياخذوا لاعبين بلا ما نحتاج لذكر اسماء. الرقم هائل جدا، بدايه من المرحوم عبد القادر البرازيلي اللي كان اول حارس ذكر مع الاسماعيلي، وحنا جايين من ازارو وحداد والوداد، راك كتعرف بانه اصبحت الان تقريبا مشتل ديال الانديه. اشنو اللي كيمنع؟ وحنا الانديه ديالنا نتكلم ايضا الوداد وانديه اخرى انه كانت هناك مداخيل وانجازات. شنو اللي كيمنعنا انه بالفعل يكون واحد الانتداب اللي يكون مفاجاه كبيره للجماهير تاع الانديه المغربيه؟ شنو اللي كينقصنا بالرغم انه كانت هناك مداخيل نوصلوا؟ لانه دائما انتدابات كنتكلم على اللاعب الاجنبي كنلقى انه دائما انتدابات لما كيتم تقديم اللاعب كنحاولوا نبحثوا كنلقاو مثلا ما لعبش واحد الفتره طويله او غائب. فهذه كلها امور كنتمنى انه نفاجئوا يعني كادارات انكم تفاجئوا، ما كنتكلمش فقط على الوداد الانديه كامله، بلاعبين اللي بالفعل كما يحدث مثلا مع الانديه المصريه اللي كتجي كتاخذ لاعبين كتفرغ الدوري المغربي من لاعبين. الان بونا عمر يعني كان واحد لافالور اللي هي سور يعني عند الجميع. الان كيغادر، ربما سمعت ايضا الصماكي، يعني لاعبين اللي مهمين في الدوري كيغادروا، وكنحسوا بانه ما كاينش لاعبين بنفس القيمه، وكتبقى فقط لاعبين اللي جايين واحد مغامره ربما ينجحوا وما ينجحوش. ونتفق معك وكنضم صوتي لصوتك. وفي هذه القضيه هذه كنبداو نتكلموا على ان بحال مثال كيولي عندك واحد المصنع ولا واحد المشتل ولا واحد المعمل، انك اللاعب اللي بان النجم ديالو كيمشي سورتو مؤخرا وسورتو مع التوهج ديال الوداد في 10 سنوات الاخيره. اي لاعب اللي كيبان وكيسطع النجم ديالو اللي كيكون ممكن ان الوداد مثلا الا خديت الفريق ديالي انا انه باقي يقدر يستثمر فيه، يقدر يعطيه ذاك اللاعب، ما كيقدرش يقاوم هذاك المبلغ الباهظ والقيمه السوقيه الكبيره اللي كيعطيوه الفرق المصريه. وهذا سؤال هو كنضم. ولكن سي طلال مع ذلك وحنا كنتكلموا اليوم على الوداد، لان انت بصفتك ناطق رسمي ديال فريق الوداد، الوداد يعني في السابق رغم هذا كان ينجح في الاحتفاظ يعني بالركائز ديالو، وهذا هو اللي خلاه يعني يتوج بالبطوله ويتوج بدوري ابطال افريقيا اكثر من مره. ما قاومش بانه يخلي ايفونا سي جمال مثلا اللي كان هداف ديال الوداد وكان عنده واحد البروبوزيسيون من عند الاهلي اللي كبيره، وكان يمكن اكبر صفقه في تاريخ شي لاعب اللي غيمشي من المغرب لشي فريق مصري.
ولكن ايفونا مشى بمبلغ كبير جدا، يعني بن شرقي ايضا مشى بمبلغ كبير جدا، ولا بن شرقي في السعوديه ولا كذا. انا قلت لك، انا سي سهيل كنشكروا على هذا السؤال هذا. انا كنحلم بان اللاعب من يبان عندي انا في الوداد، يبان عندنا باش ما نقولش عندي، من يبان عندنا ويدير معنا مثلا مسار جيد، انه ما خير تجيو فرق مصريه الا مثلا تجي فرق من اسبانيا ولا من فرنسا ولا من الدول الاوروبيه. يمكن هذا مساله كيف ما كتشهد الحقل الرياضي المغربي على مستوى. وسي محمد، هذا مرتبط بالمنظومه الكرويه والبنيه ايضا ديال الانديه. غادي تكثر هنا الدور، كيف غادي يكون مستودع الملابس، لان خصو يكون فيه واحد المناخ ايضا بعض اللعيبه ما غادوش كثير، خصو يكون صحي باش الوداد يكون عند الطموحات ديال الجماهير الكبيره اللي كتنتظر الكثير من الفريق. داك الشيء علاش يمكن نتكلم السي جمال، ان ما كتسمحش في اللاعبين في اللي كيكونوا لي بيلي ديال الفرقه اللي كيقدروا يجمعوا ما بين في المستودع الملابس. وانت دزتي لاعب والسي سهيل، انا كنقول قلتي جاو 9 اللاعبين، راه مشاو 10 اللاعبين اللي مشاو من الوداد. غير هو اولا كنبغي نشد على ايادي ولا يدي ديال السي المساعد المدرب اللي جا عندنا السي يوسف، اللي جا واللي حتى هو كنتوسموا فيه الخير، واللي من بين الاهداف ديالو انه يضبط مستودع الملابس. لان كنقول انا كنطلق من واحد القضيه، هو ان في دون لو كادر ديال البروفيسيوناليزم دابا اللاعبين تبارك الله راه محترفين، يعرفون داكشي اللي كينتظرهم. لا اظن بقى حتى المناسبه وحتى الفرصه ان اي لاعب انه يخرج على الطوع ديال المستودع الملابس. هذا الشيء جو بونس كو سي ديباسي دابا في ان لي جوار ولاو بروفيسيونيل. انا في الوداد كنقول لي بيلي ديال الفرقه راه هما مازال معنا، وهما اللي موكول لهم هذه المهمه ديال انهم يجمعوا ويقدروا يجمعوا ما بين اللاعبين الجدد واللاعبين القدماء. ونكون العنوان ديالنا الكبير هو انه الوفاء لفريق الوداد. سي محمد، يعني بطبيعه الحال الحديث ايضا عن الوضعيه الماليه داخل فريق الوداد لابد ان يطرح نفسه، فنبغيو نعرفوا يعني اولا الوضع المالي حاليا داخل يعني فريق الوداد في اي مستوى. الوضعيه الماليه للوداد، وباش نكونوا دائما كنروجوا كل ما هو حقيقي، هي غادي نقول عليها بانه مطمئنه الى حد ما. بمعنى ان الوداد الان كافي خير وشره. كنقول بان الوداد اليوم لم يخرج اي لاعب. هذه جديده في التدبير المالي، هذه كافي خير وشر. لا انا غادي نجيك، انا غنجي ماشي غادي نقولها ونسكت تسلم. غادي نقول بان الوداد اليوم حتى شي واحد ما غينكر الوضعيه الصعبه التي يمر منها جميع الفرق الوطنيه. نعم. الوداد واحد منهم. الوداد لابار دابا طالعه ان هذا المكتب هذا راه جا لقى هذا الفريق هذا مؤهل للكوب دي موند. جا لقى هذا الفريق اللي طيله 10 سنوات هو اقل ما يمكن كيلعب عليه هو كيوصل للدومي فينال ديال الشامبيونز ليغ. دونك إلي تي اوبليجي دو فير هاد لي ريكروتمون. الا غنكونوا ما كنتكلموش اليوم على التعاقدات، ما نتكلموش على الميركاتو. دونك الله يحسن عوان اي مسؤول دابا كيجي ويلقى فريق في هذا المستوى، لان ما كاينش شي واحد شي ودادي او شي متعاطف مع فريق الوداد اللي غيسمح بان الوداد مستقبلا ما تلعبش عصبه الابطال الافريقيه وما رجعوش لعصبه الابطال الافريقيه. دونك هذا الشيء خاصو سيوله ماليه. هذه السيوله الماليه باش نرجع للكلام ديالك انني ما يمكنش نبدا نخلع في الناس دابا نقول لا سيتياسيون الي كريتيك، راه عندنا مشاكل ماديه، عندنا حنا غاديين مع الوقت. دابا ما عمر تسجلات علينا ان شي لاعب خرج قال ما تخلصش، ما جاتش الميركاتو الشتوي وقلنا راه المنع ما قدرناش نحيدوه، راه ما قدرناش نديروا لي ريكروتمون. هذا الشيء كله غادي بتدبير. غادي نقول سي طلال باش نفهموا اكثر في عمليه رفع المنع، يعني واش المبلغ اللي كان اللي عند فريق الوداد اللي مرصود بعدا كنعرفوا 1 2 المليار يعني ديال السنتيم اللي استفد منها فريق الوداد واستفد منها ايضا فريق الرجاء، هذا المبلغ هذا واش استنفدتوه كاملا؟ كان واحد التدبير ذكي من الرئيس عاوتاني انه ما توصلش بهذاك. تكلم مع الناس الاجهزه الوصيه انه يخليو عندهم في الوقت اللي خداوه بزاف الناس اللي استافدوا اللي عندهم الملاعب مغلقه،
خلي عندكم، لان كان عارف بان الميركاتو الشتوي جاي وغيطيحوا لي دوسي د ليتيج اللي غيمنعونا، وبقى عندهم كما قلتي 20 مليون ديال الدرهم، 2 المليار اللي تحيد منهم المنع وبقى شي بركه تما سي جمال. دونك حتى هي دائما في اطار التدبير العقلاني اللي غيقدر انه يوفر على المسير انه دائما يلجا القضيه ديال المحفظه ديالو، ويلجا لان بغينا نوصلوا واحد النهار نادي الوداد يولي فريق منتج، يولي الوداد فريق كيصرف على راسه.